احنا النهارده هنتكلم عن مسار من افضل المسارات لتعليم الموشن جرافيك بطريقه مجانيه جدا من على اليوتيوب من غير ما تدفع ولا جنيه في اي كورس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ هنتكلم عن موضوع مهم جدا، فحبيت اعمل عنه فيديو عشان اي حد يستفاد. تنويه قبل ما ابدا اي كلام في الفيديو ده، انا بقول رأيي وبقول اللي انا شايفه واللي انا مشيت عليه. احنا النهارده هنتكلم عن مسار من افضل المسارات لتعليم الموشن جرافيك بطريقه مجانيه جدا من على اليوتيوب من غير ما تدفع ولا جنيه في اي كورس. انا اتعلمت بالطريقه دي. البدايه بتاعتي ان انا كنت خدت كورسات كتير من على اليوتيوب، وكانت كورسات مفيده جدا ووصلت بيها الليفل كويس جدا. الفيديو ده بعد ما تطلع منه مش هتلاقي مشكله في انك تتعلم الموشن جرافيك من غير ما تدفع ولا جنيه باذن الله. فخلونا النهارده نبدا. انا عامل بلاي ليست تانية عليها افكتات كتير برضو، لو في اي حاجه انت حابب ان انا اتكلم عنها مفيش اي مشكله. ايه الناس او الكورسات اللي موجوده على اليوتيوب المجانيه اللي ممكن نبدا فيها مجال الموشن جرافيك. هنقول المسار بالترتيب، يعني احنا هنقول مثلا ايه اللي تمشي عليه عشان توصل في الموشن جرافيك لمستوى كويس. وبعدين انت بعد ما هتخلص الكورسات دي انا متاكد انك هتبقى عارف انت عايز تعمل ايه. يعني ممكن ما يكونش متناسب معاك، فاي حاجه انا هقولها مش متناسبه معاك ما تاخدهاش. انا بعمل الفيديو ده للناس ممكن تستفيد منه. انت لو شايف نفسك ان انت مش هتستفيد منه ما تكملش الفيديو. محدش هيحبك لو انت فاشل، حتى انت مش هتحب نفسك لو انت فاشل. هات لي واحد فيه منه كوبي بيست، هتلاقي في الشبه بس مش في الشخصيه. مش هيعيش نفس العمر، مش هيعدي بنفس التجارب، انت مش هيجي زيك تاني. اول كورس ممكن ناخده في الموشن جرافيك، والكورس اللي هيأهلنا كويس في ان احنا نخش عالم الموشن جرافيك من وجهة نظري طبعا عمرو عطله للموشن جرافيك. الكورس ده جامد جدا وفيه شويه توتوريال وتطبيقات جميله جدا. الكورس بيعرفك عامه على الافتر افكت، بيعرفك ان الافتر افكت بيعمل ايه، ممكن تعمل بيه مثلا مؤثرات بصريه، ممكن تعمل بيه موشن جرافيك، ممكن تعمل بيه كذا حاجه يعني. تمام، هو كورس صح عمرو عطله بصراحه. كورس جامد وانا شايف ان الكورس ده كبدايه لاي حد فهو بصراحه حاجه جميله. فانا بنصح بيه اي حد حابب يبدا في الموشن جرافيك انه يبدا اول حاجه بكورس عمرو عطله. ويا ريت يا ريت يا صديقي تطبق وراه بالحرف الواحد. يا ريت اي حاجه او اي كورس انا هقوله دلوقتي، الكورس طول ما هو فيه تطبيقات يا ريت تطبق ورا الراجل اللي بيشتغل، لان حرفيا التطبيق ده هو اللي هيفرق معاك. كبدايه الكورس هيعرفك على الافتر افكت وهيعرفك على الموشن جرافيك وعلى المؤثرات البصريه، سواء انت حابب تخش في مجال المؤثرات البصريه او حابب تخش في مجال الموشن جرافيك. هو الكورس هيوضح لك الدنيا كويس يعني في كبدايه يعني. لو ركزت على اللي ضاع منك عمرك ما هتشوف اللي بيستناك. شوف رزقك، الدنيا واسعه. رقم 2 كورس الاساسيات في الافتر افكت بتاع محمد البابلي. تمام، الكورس ده جميل جدا، وكمان ان الكورس ده يعني الراجل ده انا استفدت منه بطريقه كبيره جدا. يعني محمد البابلي ده عنده معلومات يعني حرفيا انا ما شفتش حد تاني على اليوتيوب بيقول المعلومات اللي موجوده عنده. هو ممكن المشكله بتاعت فيديوهاته شويه ان فيديوهاته طويله حبتين، يعني الفيديو بتاعه مثلا بيوصل مثلا 30 دقيقه 40 دقيقه. في تطبيقات كتيره، وكمان الكورس مفيد بدرجه كويسه. انا متاكد انك هتطلع من الكورس ده بمعلومات كتيره وبحاجات انت هتبقى تتبسط بيها، يعني حاجات اسرار في الافتر افكت، وفي حاجات انت هتستفيد منها بشكل كبير جدا جدا جدا. الكورس اللي انت هتبدا فيه لازم تخلصه للاخر وتطبق معاه واحده بواحده. الكورس ده اللي انت حرفيا بعد ما تخلصه هتشتغل موشن جرافيك وتعرف تشتغل وتجيب فلوس وتبقى زي الفل. وهو كورس سوني ديزاينر. الكورس ده حرفيا من الكورسات اللي نقلتني في حتة تانية. يعني انا من بعد ما خلصت كورس سوني ديزاينر اتنقلت في الشغل لحتة تانية حرفيا، وطريقة تفكيرك في الشغل وطريقة هو حتى هتلاقيه عنده مثلا في الاساسيات برضو الكورس بتاعه جميل جدا، وغير كده بيطبق معاك. وهتلاقي برضو على القناة عنده توتوريال كتير ومعلومات كتيرة. فواحد زي سوني ديزاينر بصراحة القناة بتاعته جميلة جدا جدا جدا. وكمان هتلاقي عنده حاجات على القناة تانية غير الكورس اللي انت هتاخده ده، صراحة حاجات جميلة. يعني هتلاقي عنده كورس الرسم بتاع الموشن جرافيك، لو عايز حابب تتعلم الرسم بتاع الموشن جرافيك هتلاقي عنده فيديوهات عن السكريبتات. فعنده حاجات كتيرة بصراحة. Señor de la Cruz, what did it take for you to seize your moment? I had to have faith in my dream. No one was going to hand it to me. It was up to me to reach for that dream, grab it tight, and make it come true. بعد دول يا صديقي بقى، واللي هو مفاجأة الحلقة، اللي انا حرفيا لما اكتشفت ان الفيديوهات والمعلومات دي موجودة على اليوتيوب
استفدت منها جدا جدا جدا، وكانت بمثابة كنز بالنسبة لي على اليوتيوب بصراحة. وهو كان أستاذ معتز مصطفى. الراجل ده عنده كورس جميل جدا في الأساسيات بتاعت الأفتر إفكت، وبصراحة الكورس هو كبير جدا، يعني تقريبا 80 حلقة. تمام. فبس هتطلع من الكورس ده في حتة تانية، في حتة تانية بجد. أنا حابب أقول لك إن المسار ده بصراحة أنا مشيت عليه، والحمد لله وصلت بسبب المرحله كويسه. ممكن بقى بعد ما تخلص الكورسات دي او المسار ده هتكون انت تعمقت في مجال الموشن كويس. فزي ما قلت لك بقى يا صديقي، المسار ده هتمشي عليه باذن الله، وهتوصل لحاجه كويسه جدا في الموشن جرافيك باذن الله. يا رب تكون الفيديو عجبكم، ويا رب تكونوا استفدتم. لو في اي حاجه تاني ممكن اقدر اتكلم عنها في الفتره الجايه باذن الله، يا ريت تحط لي كومنت وتكتب لي انت محتاج ايه او ممكن اشرحه لك، وباذن الله اشرح لك شرح كويس. يكون الفيديو عجبكم يا رب، وشكرا ليكم جدا. طبعا يا صديقي باذن الله انا هسيب لك اللينكات في الديسكربشن، هسيب لك كل لينكات الكورسات اللي انا قلت لك عليها دي. ويا ريت بقى ما تنساش لو الفيديو عجبك واستفدت منه، يا ريت تبعته لاصحابك، وتعمل لي لايك على الفيديو وشير، وتشترك في القناه بقى يا صديقي عشان تنورنا بقى. وان شاء الله الفتره اللي جايه هيبقى في فيديوهات جميله جدا. هبدا الفتره اللي جايه برضو انزل شرح وتطبيقات على القناه عندي. استنى يا صديقي قبل ما تمشي، لا تيأس، فما زال هناك متسع من الوقت. إياك أن تفرط في ذلك الحلم الذي عقدت العزم على تحقيقه. سيتحقق الحلم إذا امتلكت العزيمة والإصرار. لن يتمكن كاسبر أو سواه من تحطيم حلمك إذا تسلحت بالقوة والعزم. لكل منا أحلامه وطموحاته الخاصة. قد تغدو هذه الأحلام والطموحات سرابا يبتعد عنا كلما اقتربنا منه إذا استسلمنا. إياك أن يتحول حلمك إلى سراب يا ماتيو، اركض نحوه. دع ذلك الحلم يتحول إلى حقيقة. ما تنساش تصلي على النبي وتعمل سبسكرايب برضو لاخوك قبل ما تمشي. السلام عليكم.